كومونتير، تبعوا معايا عافاكم. هادشي اللي كنقريكم في الحصه ديال اليوم الخميس وفي الحصه ديال يوم الجمعه، الخميس والجمعه تيكون شويه مستوى طالع واحد شويه، كنطلعوا النيفو واحد شويه، وما كننتظرش من جميع المبتدئين اللي غيكونوا مبتدئين انهم يكونوا فاهمين هذا الشيء هذا 100%. ياك غير هو واحد الحاجه كيدوروا في الذهن ديال المبتدئين جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي واش حنا وصلنا بعدا كاين الليفل ديال انه نديروا الفريق العمل ديالنا باش هو ينوض يهضر لينا على الفريق العمل. الوغ لا بليبار ديال الناس الا تلاقيتهم في الزنقه قلتي لي شحال بغيتي تدخل في النهار يبدا يقول لك انا بغيتها 50 درهم مضمونه، انا بغيت غير 100 درهم، انا بغيتها بحال هكا. قد ما كنفكر قليل ولا قد ما كنطمح للقليل قد ما كناخذش حتى داك القليل. اوكي دونك خاصنا نكونوا زعما كينا فاهمين في واحد القضيه معينه. البيزنس راه ما كيقولش لك شنو خصك ولا شنو لا، خاصني نعرف كاع لي ديبارتمون دو ا زد. ياك ميلود الشعبي نهار كان جا من البلاد كان كيسرح البهيم وهرب ليهم وجا لهنايا، ما كانش ملي نهار بغى يبدا ما كانش كيقول لا البيزنس غيكون عليا صعيب، انا غير كنت كنسرح البهيم محال كاع واش غنقدر ندير البنكه، محال واش غنقدر ندير اللوزينات، محال واش غنقدر ندير الملايط. ما كانش كيقول هاد الامور هادو، كان خاصو يعرف شي حاجه معينه وقال انه اي حاجه بغيت نعرفها نوض نخدم عليها وغادي نعرفها وغادي نوصل. شو التفكير ديال الناس اللي هما ناجحين كيفاش كيكون؟ خصني نعرف شنو كاين والليفل اللي فيه انا دابا غنخدم باش انني نتطور باش نقدر نوصل لك الليفل باش نقدر ندير واحد وجوج وثلاثه. ياك التفكير ديال الانسان الفاشل واللي غيكون فاشل حياته كامله ما عمره زعما كاين غيتطور من عندي شنو هو؟ انا باقي ما وصلتش باش نقدر نفكر ندير فريق عمل ديالي. ولا وصلتي انك دير فريق العمل ديالك اش دير؟ تحبس داكشي اللي كديرو عاد تمشي تقرا اولا تلقى مباشره الناس اللي غيعاونوك وتزيد لقدام. شكون اللي قال لك انه من غدا انت ما محتاجش تسير فريق عمل؟ دونك التفكير ديال الانسان الفاشل كيحاول دائما انه يقول لا انا ما خصنيش نعرف، خصني تندير هذه عاد نعرف هذه. لا، خصني نعرف اشنو عليا وشنو اللي عليا في المستقبل وفي الحاضر ونخدم عليه باش نعرف الهدف ديالي. ملي كتقول الهدف ديالي هو 1 مليون دولار انني نوصل للمليون ديال الدولار ديالي الاولانيه، فراه كاينين ناس 16 عام وصلوا لذاك لوبجيكتيف، كاينين ناس 20 عام وصلوا لذاك لوبجيكتيف. انا ما بغيتش نقول السن فين وصل في هذا لوبجيكتيف هذا، ولكن لان داكشي كنخليه سكري بيني وبين راسي، ولكن كاين ناس في سن صغير وصلوا لهذا لوبجيكتيف. دونك في السن اللي غادي توصل فيه لهذا لوبجيكتيف هذا ممكن يكون صغير، ممكن يكون سن كبير، ممكن يكون بزاف ديال الامور، ولكن على الاقل نكون عارف اشنو اللي عليا وشنو اللي خصني ندير وشنو شنو 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 واقع في فريق العمل، كيفاش نقدر نلقاه. انا في المغرب هنايا غنسير فريق عمل ديالي في المغرب، خاصني نعرف كيفاش نتعامل مع المغاربه. اوكي واصعب واحد يقدر يتعامل مع المغاربه خصوصا لك تي صغير في لاج، كيصعب التعامل معاهم لانه كيكونوا بحال قلتي حاقرينك واحد شويه، تيشوفوا السن ديالك، تيحاولوا انهم يلعبوا معك لعاب، تيحاولوا يطمعوا فيك، تيبغيو انهم ما يديروش لك الخدمه كما هي، بدل ما غيحترموكش كبدايه. دونك كاين بزاف ديال المشاكل، لذلك كنحاول انني ندرس يوم الخميس ويوم الجمعه كل ما يخص سواء انشاء فريق العمل، سواء تسيير الفلوس، سواء تسيير الستريس، سواء تسيير الوقت، سواء تسيير اي حاجه في الانظمه ديال الخدمه ديالنا. وكذلك يوم الجمعه كنقراو كل ما يخص العلامه التجاريه وتسيير وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك الا بان لك الليفل طلع واحد شويه، عرف ان الخميس والجمعه هادشي اللي كيكون فيه، سواء حضر ليه وبقى تحضر ليه باش انه الوقيته اللي توصل ليها يكون عندك دوك المعلومات، سواء خلي الناس اللي محتاجين هادشي هذا انهم يفهموا. الو كما قلت كاين جوج الناس، كاين الناس الاولانيين الناس الثانيين، نتمنى كلشي يكون من الليفل الاولاني ديال باغي يعرف، واخا باقي ما وصلتيش لهاد الليفل خاصك انك تكون عارفه. عودة للامور ديال انشاء فريق العمل. اول حاجه من بين اهم الامور اللي خاصنا نكونوا عارفينهم في المجال ديال البيزنس هو انه ما يمكنش انه نوصلوا بوحديتنا راسنا، دائما غادي خصنا فريق. اوكي انا من الناس اللي فاش بديت اول مره كنت بغيت ندير كلشي بوحديتي، واحد شويه تيميد، يعني كيبغي يبقى بوحدو، كيبغي ماشي اناني، كنبغي الحاجه ليا، نقدر نبارطاجي معاك المعلومه، نقدر نعطيك داكشي اللي انا عارف، نقدر نعطيك شحال من حاجه، ولكن كيبغي انه يخدم بوحديته اكثر. ولكن مع المده بديت كنفهم ان اوبليجي ليا غير خصني نخدم مع ناس، او اوبليجي ليا غير خصني نخدم معايا ناس. بديت كنقول الا غادي نجيب واحد الشخص ونعطيه قده وقده، فانا نيت ندير داكشي واش شات ليا قده وقده. هذا التفكير بحد ذاته تفكير بليد، ويا حسره انه كنتحسر على دوك الايام اللي ضيعت اللي كنت كنفكر بهذه الطريقه هذه، انه ملي غنجيب واحد ونعطيه فلوس، علاش دوك الفلوس ما يبقاوش ليا نيت انايا. دونك هنا كنفكر بواحد البلاده، ملي كنعترف بها انني كنت بليد، فانني كنفكر ان الفلوس اللي غنعطيهم لواحد اخر باش انه ينقص ليا من الوقت او لا يعاونني انني ندخل اكثر، فبالنسبه لي انا دوك الفلوس نحتفظ بهم اناني. دونك هنا كنت بليد بزاف.
دونك شنو هو نورمالمون طريقه التفكير الصحيحه؟ انه الا غناخذ فلوس وغنعطيهم لهذا الشخص هذا، فكنعطيهم ليه مقابل فلوس دو بلوس، اولا كنعطيهم ليه مقابل الوقت، باش انه انايا يبقى لي داك الوقت اللي شريته فين نقدر انني ندخل فلوس دو بلوس. يعني ملي كتنوض كتلقى واحد لاباس عليه مليونير، اولا نقولوا غير مليونير، كيخرج وتلقى الشيفور عنده حدا الباب تيدير لواحد البلاصه، فما غاديش يخرج يقول لهم ها بلاتي انا اللي نسوق باش نحافظ على الفلوس، انا اللي ندخل ندير الميناج للدار باش يبقاو لي فلوس في الاخر ديال الشهر، انا اللي نمشي نتسخر المدام ديالي باش انه يبقى لي شويه في الاخر ديال الشهر، انا اللي نوض ندير هادي نغسل الطوموبيل ديالي راسي باش هكا ما نقدرش ندير لافاج. نو نو نو، ما تيشوفوش الحياه بحال هكا، ما تيشوفوش الحياه عباره عن فلوس فقط، ما كيشوفوا الحياه عباره عن وقت، عباره عن انه الا ماشي انا اللي درت الميناج غنخلص واحد اخر اللي يدير الميناج باش يبقى لي الوقت فين نقدر ندخل فلوس اكثر. ديك الساعه اللي غادي نوض ندير فيها الميناج ولا نطيب فيها فقادر ندخل فيها 10000 درهم. دونك الا دخلت 10000 درهم والطياب ديالي والميناج غادي يتقام عليا ب 10 ب 200 ولا 300 درهم، فغنحط 300 درهم مقابل 9700 درهم غناخذها نخشيها في جيبي. شي التفكير كيفاش ولاو كيفكروا الناس، او لا كيفاش ماشي كيفاش ولاو كيفكروا، 90% ولا 99% ديال الناس اللي ناجحين في الحياه كيفكروا بهذه الطريقه هذه، ابار اللي وارثين ولا اللي عنده شي حاجه لقاها واجده وكيعطي في النصائح. لا، اللي بداو ازيرو ووصلوا تيشوفوا الحياه عباره عن وقت، وان هذا الوقت هذا تيفيدنا بجوج ديال الحوايج، سواء كنشريو الوقت من عند ناس وحدين اخرين اللي ما قادينش يدخلوا لينا فلوس، ولكن عندهم واحد الوقت معين اللي غيعطيونا داك الوقت مقابل انه حنايا يبقى لنا الوقت فين نقدروا انه ندخلوا فلوس اكثر. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه هذاك الشخص غادي يدخل ليا فلوس اكثر. دونك عندكم الدماغ ديالكم غادي ينقسم لجوج ديال الجهات في حاله السير ديالكم الفريق العمل، جوج ديال الجوايه، سواء مربحني فلوس سواء مربحني الوقت فين نقدر ندخل المزيد من الفلوس. سينو الا ما كانش الشخص غير يربحك الوقت ولا ما كانش غير يربحك الفلوس، فخاصك تبعد عليه في اقرب وقت ممكن، لان كيضيع لك غير الوقت وكيضيع لك المجهود وكيضيع لك الفلوس. كاين غير جوج حوايج، كاين سواء كتربحني اكس ولا كتربحني ايغريك، سواء كتخسرني اكس وكتخسرني ايغريك. ما كاينش ديك القضيه ديال نو راك هذا ما نفعنيش ولكن نافعني، ما كاينش ديك الامور. البيزنس فيه جوج ديال الحوايج، انا هنا كنهضر في البيزنس فيه جوج ديال الحوايج، فيه كتربحني الوقت دونك كيبقى لي الوقت فين نقدر ندخل فلوس اكثر، اولا كتربحني الفلوس دونك هكا كنقدر انني نربح اكثر. اوكي، هذا هو البيزنس. لا بليبار ديال الناس دابا منهم ناس خدامين معاهم، باغ اكزومبل في المحل، عندك محل حاط واحد السيد تما، الا دخل الكليان خاصك انت اللي تمشي تجيب ليه السلعه، انت اللي تقنعو. الا دخل الكليان خاصك انت اللي تونبالي ليه الامور وتعطيهم ليه. الا دخل الكليان خاصك انت اللي تخلص من عنده وتحط دوك الامور في لاكيس. دونك السؤال المطروح، داك الشخص اللي انت حاطو معاك في المحل واش كيربحك فلوس او لا كيربحك الوقت؟ جو بونس انه انت اللي كدير الوقت، انت اللي كتخدم فيه، والفلوس انت اللي كتدخلهم. يعني هذاك الشخص زايد كتخسر عليه الفلوس تما فقط. لذلك احسن خير ممكن ديروا في راسكم فيه هو تجري عليه. دونك البيزنس از بيزنس. الا واحد الشخص ما كيربحنيش الوقت وما كيربحنيش الفلوس، خاصني نحيدو في اقرب وقت ممكن باش يمشي يقلب على رزقه في جهه اخرى، وانا يبقى لي الوقت والفلوس فين نقدر نزيد في حياتي لقدام. بيزنس ماشي ما فيش امور ايموسيونيل، في فقط امور ديال المنطق، كيبغي غير الارقام. اين فوا غادي تبدا معاه في لي زيموسيون ولا تدخل في لي زيموسيون في الخدمه ديالك، مشيتي فيها.